عزل الأسد، ومع ذلك لم يوقع، واتكأ على وحدة المسار التفاوضي مع لبنان، متمسكا بورقة المقاومة في الجنوب والتفاوض تحت خط النار الساخن. لو وعى المتورطون لرأوا أن ما يجري على أرض لبنان هو القاعدة، وأن ما يفعلونه هو الشذوذ. بقيت سوريا ومن خلفها لبنان ما وراء حدود الاتفاق وتحت سقف التفاوض وبمسارين ومصير. تفيأ لبنان ظل سوريا بعد أن طلب مسيحيو الوطن المتقاتل من الأسد عام 76 الحضور حالا لرجحان كفة اليمين على الثورة الفلسطينية والمد اليساري، فكانت قوات الردع العربية. عصر ذهبي للأسد في لبنان حكم من خلاله هذا البلد عبر منتدبين سياسيين. وعندما لم تحقق إسرائيل أهداف الغزو كاملة، جاءت الولايات المتحدة بقواتها مباشرة بأساطيلها وحاملات طائراتها، وجرت معها حلفائها أيضا بأساطيلهم وحاملات طائراتهم. وسبق هذا كله سيل من الأخبار والتصريحات تحمل بمجملها التهديد والوعيد، ولكنهم أخطأوا الهدف تماما، لأن سوريا لا تخيفها الأساطيل ولا تخيفها حاملات الطائرات. Can I ask, Mr. President, what would Syria's reaction be if Israel attacked and destroyed any of those missile batteries in the Bekaa Valley? لن يكون هذا مشوارا سهلا أمام إسرائيل. It will not be a picnic for the Israelis if they try this. من الطائرات الإسرائيلية ومن القوات الإسرائيلية. At the very least, we shall destroy any Israeli aircraft and ground forces that make an attempt to attack these missiles. من صواريخنا إن لم يكن أكثر. كانت سوريا في الأيام الأولى للاجتياح لا تزال تعتقد كما اعتقد الجميع أن العملية الإسرائيلية ستكون محدودة. استغرق السوريون ما بين 48 و 72 ساعة ليفهموا ما كان يجري، البعد الحقيقي للعملية. لم يستوعبوا الأمر في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني، وأعتقد أن الفضل يعود لعلي أصلان، هو الذي فهم ما كان يحصل وخطة شارون الحقيقية. لم تكن لديه معلومات استخباراتية جيدة،
ولكنه تمكن من وقف تقدم القوة الإسرائيلية المتجهة إلى ظهر البيدر، وحصل على وقت إضافي لجلب المزيد من القوات إلى سهل البقاع لإقامة خط دفاعي هناك. رغم أن إسرائيل بعثت بتطمينات عبر واشنطن إلى دمشق أنها لن تستهدف قواتها إذا وقفت على الحياد، كان شارون يكيد لما هو أكثر وأبعد من ضرب منظمة التحرير. أمر شارون القوات الإسرائيلية الغازية بالتقدم باتجاه طريق بيروت دمشق وقطعها، فتصدت لها القوات السورية، بينما خاض الطيران السوري معارك جوية مع نظيره الإسرائيلي خسر فيها السوريون نحو 80 طائرة حسب التقديرات العسكرية. في أجواء لبنان حصلت إحدى أضخم المعارك الجوية في العصر الحديث. الصواريخ التي كانت سوريا قد أدخلتها إلى لبنان في ذلك الوقت كانت موجودة في معزل عن شبكة الدفاع الجوي السورية المركزية التي كانت مكلفة بالدفاع عن الوطن السوري، عن الأجواء السورية ضد أي هجوم جوي إسرائيلي. لذلك كان من السهل على الطيران الإسرائيلي أن يعزل هذه الصواريخ، هذه البطاريات، عن سائر شبكة الدفاع الجوي السورية المركزية. يبدو أن المواجهة الجوية التي حدثت في أجواء البقاع وأجواء لبنان عموما أدت إلى سقوط ربما ما يتراوح بين 70 أو 80 طائرة سورية. في يونيو وحزيران من عام 1982 دمرت قوات السلاح الجوي الإسرائيلي في مواقع الدفاع الجوي السوري في وادي البقاع بلبنان غالبية مجموعات الصواريخ المضادة للطائرات الحديثة السوفيتية الصنع، ما عرض للخطر مستقبل التعاون العسكري بين موسكو وسوريا، حيث كانت الأخيرة آنذاك تشغل المرتبة الأولى في العالم من حيث كميات الأسلحة المستوردة من الاتحاد السوفيتي. في تلك الظروف، في معمعان العمليات القتالية في وادي البقاع، اتخذت الحكومة السوفيتية قرارا بإيفاد الخبراء العسكريين السوفيت على عجل إلى سوريا، وذلك لمعرفة أسرار النجاح الإسرائيلي واستيضاح أسباب فشل منظومات الدفاع الجوي السوفيتية في التصدي للطائرات الإسرائيلية لأول مرة منذ حرب تشرين عام 73. كم من الوقت احتجتم آنذاك لإعادة إعمار المحطات من جديد لتستأنف عملها؟ 2 أو 3، أي أننا تمكنا في أقصر الآجال أن ننظم ونستأنف صنع العدد المطلوب من المنصات والراجمات الصاروخية ليتم استئناف العمل في شبكة الدفاع الجوي السورية. من ذلك الحين تكفلت القوات الجوية السورية بمهمة حماية أراضي سوريا بكامل أعبائها، وباتت مهمتنا نحن هي مساعدة السوريين في توفير الإمكانيات لتحديد الأهداف وتنشينها لأجل طائراتهم، وقد نجحوا هم في أداء المطلوب، فكانت طائرتهم على استعداد قتالي متواصل وتتلقى توجيهات دقيقة من مراكز القيادة في حال ظهور العدو، علما بأن الطائرات السورية كانت تحلق دوما فوق أراضي البلاد على ارتفاع منخفض لكي تحول دون توغل العدو في العمق. والحقيقة فالطيارون الإسرائيليون أنفسهم باتوا يخشون التوغل في العمق الجوي السوري، لأن الدفاعات الجوية السورية يمكن أن تتعرض لها في أي لحظة. وكان استئناف عمل شبكة الدفاع الجوية السورية مهمتنا الأساسية الثانية. غارات الطائرات الإسرائيلية دمرت في الواقع مراكز قيادة ألوية الدفاع الجوي، وقد وضعنا مع وزير الدفاع مصطفى طلاس جدول إعمار مراكز الدفاع الجوي، لكننا أدركنا أن ذلك بحد ذاته ليس كافيا للقتال ضد بلد مثل إسرائيل. اتصلت هاتفيا بوزير دفاع الاتحاد السوفيتي المشير دمتري أوستينوف وأبلغته تفاصيل سير الترميم والإعمار، كما أبلغته بأن ذلك للأسف غير كاف لمسرح العمليات الحربية هذا، فمن الضروري بناء شبكة الدفاعات الجوية بحيث تتمكن الراجمات من إسقاط طائرات العدو في عقر داره، ولهذا الغرض لابد من تزويد سوريا براجمات S-200 البعيدة المدى. إلا أن المشير أوستينوف
قال إنه من الضروري التشاور مع ليونيد بريجنيف في هذه المسألة، لأننا لم نزود البلدان الأخرى براجمات S-200 قبل ذلك. وفي الحال اتصل هاتفيا بأمين عام الحزب الشيوعي السوفيتي ليونيد بريجنيف، وبعد نصف ساعة وصلنا إلى مكتبه. حدثت بريجنيف تفصيلا عن أعمال استئناف شبكة الدفاع الجوي السورية وعرضت طلبي عليه، فقرر إرسال راجمة واحدة من طراز S-200. فقلت له إن ذلك لا يكفي، لأنه من الضروري حماية هذه الشبكة الجديدة بإرسال راجمات أسا أو سام 8 لحراستها، وهي قادرة على التصدي لكل الأهداف المحلقة على أوطى الارتفاعات، علما بأن راجمة سام 8 نقالة يصعب على الرادارات العثور عليها، وهي تطلق الصواريخ رأسا من الحركة، وهذا هو الأهم. سأل بريجنيف عن العدد اللازم من راجمات سام 8 فأجبته ما بين 5 إلى 8 راجمات، وهذه مسألة يجب أن تدرس بدقة. فقال معقبا: هذا عدد رمزي، وسنرسل كل ما تقرره اللجنة المعنية. قاتلت القوات السورية بشراسة في البقاع عندما وجدت أن التقدم الإسرائيلي بات يدنو من العمق الاستراتيجي للأراضي السورية، فاشتبكت دبابات وقوات خاصة سورية مع الجيش الإسرائيلي وألحقت به خسائر جسيمة. الإسرائيليون أول من يعترف أن المشاة السوريين أبلوا بلاء حسنا، قاتلوا بشراسة. أرادت القيادة العسكرية الإسرائيلية السيطرة على طريق بيروت دمشق، إلا أنها قالت لبيغن إنها منيت بخسائر جسيمة، ولذا تراجع بيغن. في البقاع العدو يواصل تقدمه على محاور عدة، لكنه اصطدم بمقاومة شديدة في بلدة السلطان يعقوب أوقفت تقدمه، حيث كبدته قوات الجيش العربي السوري خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. ولا تزال معركة السلطان يعقوب بعد 20 عاما تثير جدلا واسعا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نظرا للتداعيات التي أحدثتها فيها. أكد الخبراء في ذلك الوقت أن دبابات T-72 السوفيتية التي دخلت الخدمة بالقوات المسلحة للبلدان الأعضاء في حلف وارسو السابق ستكون الخصم المحتمل لدبابات أبرامز الأمريكية في أوروبا. أما المعركة الأولى التي خاضتها دبابات T-72 السوفيتية فقد كانت في منطقة أخرى من العالم. دخلت الدبابات الإسرائيلية في 6 من يونيو عام 1982 إلى جنوب لبنان بهدف احتلال بيروت ومعسكرات منظمة التحرير الفلسطينية. وقفت عشرات الدبابات السورية من طراز T-72 سوفيتية الصنع في طريق الدبابات الإسرائيلية، حيث كانت تشكيلات القوات المسلحة السورية تدافع عن الفلسطينيين. وهاجم السوريون بدبابات T-72 السوفيتية الدبابات الإسرائيلية ميركافا وM-60 أمريكية الصنع، وتكبدت الدبابات الإسرائيلية في تلك المعركة خسائر فادحة بلغت 160 دبابة. أما خسائر الجانب السوري من دبابات T-72 فقد كانت ضئيلة جدا. بعد هذه المعركة قام أحد العسكريين السوريين بتقبيل دبابته T-72. لن أتوقف عند التفاصيل، ولكن يؤكد على أن العسكري السوري قبل دبابته T-72 بعد تلك المعركة. سلطان يعقوب استخدم آنذاك قائد القوات السورية الراجمات الصواريخ مباشرة على الأرتال الإسرائيلية. عندما نرى الوحدات الخاصة التي استبسلت في عين سحلتة وأوقفت الرتل الإسرائيلي بالصاروخ المضاد للدروع وبالهليكوبتر، نعم ردع الإسرائيلي. في هذا الوقت كانت القوات المعادية تلملم خسائرها في بلدة عين دارة في جبل لبنان بعد معركة طاحنة مع قوات الجيش العربي السوري التي تصدت للقوات المهاجمة ببطولة. خاضت القوات السورية
بتشكيلات مدرعة، معارك مفتوحة في سهل البقاع، حيث وصلت طلائع هذا العدو إلى سلطان يعقوب، يعني كيلومترات عن المصنع، وقبلياس يعني بمعنى كيلومترات لقطع طريق دمشق بيروت. وفي الجهة الشرقية وصلوا إلى بلدة دير العشاير، يطلون على ميسلون، على مثلث الزبداني، يقصفون من هناك قبر يوسف العظمة، يعني بمعنى على أبواب دمشق. فقاتلت هذه التشكيلات السورية قتالا بطوليا، وليس معها إلا بعض الطائرات باللغة اللهجة اللبنانية الحوامات، هي طائرات الهليكوبتر الجازيل الصغار المقاتلة، يعني اللي كانت تسند هذه التشكيلات مع سيطرة جوية كاملة. واستطاعت هذه القوات أن تدحر القوات الصهيونية في هذه المعارك إلى خلف كامد اللوز والمناطق الخلفية في البقاع. أي سجل لهذا الجندي العربي يعني بطولة استثنائية في ظروف معركة غير مواتية له على الإطلاق. لم يستطع العدو إخفاء مجريات معركة عين دارة بعدما تحدثت وسائل الإعلام العالمية عنها. يجب أن يسجل أن القوات السورية في منطقة البقاع قاتلت، في منطقة الجبل قاتلت، الشوف والجبل قاتلت، وفي منطقة بيروت شاركت. قاتلنا سويا نحن والسوريين والفلسطينيين كلنا على طريقته. فحصار بيروت أفضل مثل للتلاحم الوطني العربي السوري اللبناني الفلسطيني. وسط هذه الحماوة العسكرية بدأ المبعوث الأمريكي فيليب حبيب مهمته المكملة على ما يبدو لمجريات العمليات العسكرية على الأرض. عاد الموفد الأمريكي فيليب حبيب يرافقه موريس دريبر إلى المنطقة في محاولة لترتيب وقف لإطلاق النار بين سوريا وإسرائيل. اجتمع المبعوث الأمريكي مع هيئة الإنقاذ في قصر بعبدة. مهمته العلنية كما قال للمجتمعين العمل على وقف إطلاق النار، لكنه كان يحمل في جعبته شروطا سياسية وعسكرية زودته بها الحكومة الإسرائيلية. وأخذ الكباش السياسي يشتد. منظمة التحرير الفلسطينية قدمت من جهتها إلى هيئة الإنقاذ مشروعا للحل يتضمن فصلا بين القوات الفلسطينية والإسرائيلية تتراجع بموجبه قوات العدو بين 5 و10 كيلومترات عن بيروت، في حين تنكفئ القوات الفلسطينية إلى المخيمات وتفصل قوة دولية بين الطرفين. أما على الصعيد السياسي فتجرى مفاوضات بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية بشأن الوجود الفلسطيني. فيليب حبيب أبلغ هيئة الإنقاذ رفض إسرائيل لهذا المشروع، ناقلا في الوقت نفسه أفكارا إسرائيلية تقول لا سلاح فلسطيني في لبنان بعد الآن. رفضت هذه الأفكار جملة وتفصيلا، فاستبدلها المبعوث الأمريكي بأفكار أمريكية تقول لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من لبنان قبل نزع السلاح الفلسطيني، وإلا فإن الولايات المتحدة لا تستطيع ضمان إقدام إسرائيل على الحل العسكري لتحقيق أهدافها. أطلق كلام حبيب إشارة التصعيد العسكري. معارك عنيفة اندلعت على طريق بيروت دمشق حتى المديرج. جاء حبيب إلى إسرائيل كموفد للرئيس ريغان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع السوريين. لم نرد أن تتصاعد الأمور لتنشب حرب شاملة. وافق الإسرائيليون فذهب حبيب إلى سوريا وحصل على موافقة الأسد على وقف إطلاق النار. وبينما كان متوجها بالطائرة إلى إسرائيل علم أن الجيش الإسرائيلي في لبنان التف على القوات السورية رغم اتفاقية وقف إطلاق النار، ففتح السوريون النار عليهم.
ادعى الإسرائيليون أن السوريين انتهكوا وقف إطلاق النار، ولاحقا قال لنا بيغن لم تقولوا شيئا عن التزامنا بمواقعنا. وهكذا أنشأت إسرائيل فكرة وقف إطلاق نار متحرك يسمح بالتنقل حيثما تشاء وبتدمير الخصم. عندئذ لم تعد هناك لحبيب فائدة في الشرق الأوسط. غضب الرئيس الأسد غضبا شديدا، وأعلنت دمشق أنها لن تستقبل حبيب بعد ذلك اليوم، والتزمت بذلك. بعد ذلك رفض الأسد حتى التكلم مع حبيب لأنه شعر أنه نكث العهد. هذا ما قيل لنا، أن حبيب وعد ونكث، لكن هذا غير صحيح. ربما كانت المشكلة في الترجمة، إلا أن حبيب لم يعد الأسد. كل ما قاله هو أنه سينقل ذلك إلى بيغن. في تلك الآونة كانت قد حصلت معارك دامية بين السوريين والإسرائيليين. أخذ الحصار يطبق على بيروت الغربية، ودخلت القوات الإسرائيلية جبال الشوف معقل وليد جنبلاط دون أن تواجه مقاومة. أخذت بيروت الغربية تتعرض لقصف مدمر شاركت فيه مختلف أسلحة الجيش الإسرائيلي. وفي مشهد يعيد ما حصل في الحرب العالمية الثانية حين أغار النازيون بعنف على بلغراد العاصمة اليوغوسلافية مسقطين آلاف الأطنان من الصواريخ الثقيلة عليها، كانت بيروت تحترق بآلاف الصواريخ التي ألقتها الطائرات العدوة عليها في 25 من حزيران يونيو، الذي اعتبر أسوأ يوم حتى تاريخه من ضراوة العدوان ووحشيته، الذي خلف أكثر من 300 شهيد وجريح. الطيران الحربي الصهيوني يتدخل لتغطية العمليات الأرضية، ويتصدى له الطيران السوري. بينما كان البعض لا يزال يأمل بصحوة عربية. كانت تشتد تحديا، فعندما يزداد القصف يزداد التحدي. نتخيل الآن العالم سيهتز، إن بيروت تحترق، إن قذيفة قد دخلت إلى ملجأ في برج البراجني فقتلت 75 أو أكثر بريئا. الآن العالم سيهتز، شوارع الجزائر ستنزل فيها المظاهرات. فإذا بنا نفاجأ أن المظاهرة إنما كانت دعما لفريق الجزائر الذي انتصر على ألمانيا في كرة القدم. وقفت القوات الإسرائيلية على مشارف العاصمة، إلا أن محاولاتها المتكررة لاقتحامها من المدخل الجنوبي عبر منطقة خلدة فشلت لأيام عدة. على مثلث خلدي حصلت معركة كبيرة جدا، يعني أبيدت فيها القوى المدافعة وهي قليلة، ولكنها أوقفت الهجوم إلى حين، وليس الهجوم الإسرائيلي يعني إلى حين. وأسرت دبابة إسرائيلية، وكان يشارك في هذه المواجهة كتيبة أو سرية من الجيش السوري، مشاركة بطولية بالإضافة إلى مشاركة فلسطينية ولبنانية. الجيش الإسرائيلي في المواجهات المباشرة مع المقاتلين الوطنيين اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين كان أقل قدرة وكفاءة منهم بكثير. أنا شخصيا أتيح لي شرف المشاركة في أحد هذه المعارك في خلدي. كنت في تفقد لبعض المواقع مع بعض الرفاق والمقاتلين الفلسطينيين والوطنيين اللبنانيين عندما بدأ الهجوم الإسرائيلي الشامل لاختراق خلدي. طبعا انبطحنا أرضا في فترة قصف. تمشيطي للأرض لم تبقي شيئا واقفا على قدميه، من البر والبحر والجو
وبعد ذلك وفي غبار هذا القصف تقدمت الدبابات الإسرائيلية، ولكن المقاتلين الذين كانوا في أماكن القصف لم يتحركوا من موقعهم. منهم من بقي في مكانه لكونه قد استشهد، ومنهم من بقي في مكانه منتظرا تقدم الدبابات الإسرائيلية لينقض عليها. بحلول شهر كانون الثاني يناير من عام 83 أعطى السوفييت السوريين أنواعا شتى من أسلحة الدفاع الجوي، صواريخ أرض جو وبنى عسكرية متكاملة إضافة إلى التدريب. لقد بدأ السوريون يستعيدون الثقة. في موسكو التي وقفت لا مبالية إزاء غزو لبنان تغير الوضع، فقد توفي ليونيد بريجنيف المريض وحل محله يوري أندروبوف الذي كان حاسما في دعمه لدمشق. كان هناك مخطط سوفيتي من أجل إرباك أمريكا في لبنان، وقال لي السفير السوفيتي بالذات سولداتوف قال لن نسمح لأمريكا أن تخرج سالمة من هذا المستنقع اللبناني. ما قاله لي هونيكر رئيس ألمانيا الشرقية من أنه انتدب إلى زيارة دمشق من قبل حلف وارسو بعد اجتماع استثنائي عقد برئاسة أندروبوف، وأنه طلب من رئيس حافظ الأسد يعني ماذا تريدون كمساعدة لكم حتى تعيدوا التوازن إلى منطقة الشرق الأوسط، وأبلغه قرار حلف وارسو بالدعم المطلق والاستماع إلى ما يطلب. قال الرئيس الأسد نريد 200 طائرة. أجابه هونيكر مع طياريها أو بدون طيارين، وكان هذا السؤال بذاته كافيا لتأكيد حافظ الأسد أن القرار لا حدود له، فأجابه الرئيس الأسد لا، عندنا طيارون، ما ينقصنا هو الطائرات. أخبرني هونيكر بذلك، فعندما قابلت الرئيس الأسد ذكرت له هذه الواقعة فقال نعم هذا حقيقة ما حصل. هناك بعض المعطيات التي تشير إلى أن الحكومة السورية كانت تثق بكم ثقة شبه عمياء، بداية من الرئيس الراحل حافظ الأسد ومرورا بالعماد مصطفى طلاس وحكمة شهابي. وسمعت أنه تم التصديق على بعض المخططات المقترحة من قبلكم دون ترجمتها إلى اللغة العربية حتى. نعم، فعندما كنا نقوم بتثبيت مجموعات الصواريخ المضادة للطائرات سام 5 استدعانا الرئيس الراحل حافظ الأسد، وكان متلهفا لمعرفة إذا كانت هذه الصواريخ قادرة على التصدي بسرعة للطائرات الإسرائيلية التي لا تبعد مطاراتها عن الحدود السورية إلا مسافة رمزية. فقمت بطمأنته وشرحت له أنه يجب لتحقيق هذا الهدف وضع مخطط تنسيق شامل بين استخبارات التكنيك اللاسلكي وقوات الدفاع الجوي. وذكرت له أن الاستخبارات قادرة على رصد تحركات العدو حتى في مرحلة استعداد وتهيئ الطائرات للانطلاق من المطارات، وقد طلب مني حافظ الأسد أن أقوم بوضع آلية لهذا التنسيق. وافق أندروبوف على إعادة تسليح السوريين بشكل ضخم. استعاد الأسد ثقته ليصبح في موقع يمكنه من التصدي لاتفاق 17 من أيار مايو. استعان الأسد بإيران حليفا له في مواجهة واشنطن. في 18 من نيسان إبريل اقتحمت سيارة ملغومة السفارة الأمريكية في بيروت ودمرتها. كانت ضربة مؤلمة لواشنطن. قتل الانفجار أكثر من 60 شخصا كانوا داخل السفارة، من بينهم كبار موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA في الشرق الأوسط الذين كانوا يعقدون اجتماعا إقليميا في السفارة. أعلن الرئيس ريغان أن الهجوم لن يخيف بلاده ولن يثنيها عن متابعة جهودها السلمية. سافر وزير الخارجية جورج شولتز على وجه السرعة إلى بيروت ليؤكد التزام أمريكا بثوابتها السياسية وبدعمها للرئيس الجميل. أوشكت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على نهايتها، وسافر شولتز إلى دمشق. اكتشفنا عندما ذهبنا مع وزير الخارجية شولتز إلى دمشق
للحصول على موافقة الأسد أنه كان يعرف أدق تفاصيل الاتفاق، كان قد درسه بعناية مستفيضة، لم يكن يعرف بكل الرسائل الجانبية، ولكنه كان على علم بالنقاط الأساسية. لطالما قلنا للأسد إنه لا يمكن منع الإسرائيليين من التحليق فوق الأجواء اللبنانية في طلعات استكشافية. في الواقع ما عرضه في الاتفاق كان أمورا لم تبدو لنا ذات أهمية. لقد عارض القيود التي فرضت على نشر لبنان وسائط الدفاع الجوي، اعتبر ذلك انتقاصا من كرامة لبنان، ولم يقل سيادة لبنان، لأنه يعتبر لبنان وسوريا بلدا واحدا. التقينا الرئيس الأسد بعد إتمام المفاوضات على الاتفاق، وبطلب من الرئيس الأسد أبلغه الوزير شولتز بمضمون الاتفاق. كان الرئيس الأسد يعرف كل ما احتواه الاتفاق، ولكنه أراد أن يسمع ذلك من الوزير. أعتقد أنه أراد أن يرى ما إذا كان وزير الخارجية سيخبره الحقيقة كاملة، وهذا ما فعله شولتز. أنصت الأسد لأكثر من ساعة دون أن ينطق بكلمة، بينما استفاض شولتز في شرح البنود الرئيسية للاتفاق. كان الأسد يجلس على كرسي بذراعين دون أن يبدو على وجهه أي تعبير أو حركة. كان يهز رأسه وهو يستمع للمترجم. ثم وصل شولتز إلى الاتفاقات الجانبية. كانت أول رسالة جانبية الرسالة الإسرائيلية التي أصرت من خلالها إسرائيل على أنها لن تنسحب من لبنان بغض النظر عن أي من بنود الاتفاق. إنها لن تنسحب من لبنان إلى أن ينسحب السوريون ومنظمة التحرير. وكان للبنانيين أيضا رسالة جانبية تنص على أنه إذا لم تنسحب إسرائيل فسيكون للحكومة اللبنانية ملء الحرية بإلغاء الاتفاق. ثم بدا الاهتمام على الأسد وطلب من شولتز أن يكرر ما قاله، ففعل شولتز ذلك. ابتسم الأسد وضرب كرسيه بيديه وقال: السيد الوزير، هذا الاتفاق لن ينفذ أبدا. ثم شرح قائلا: أنا أعرف الإسرائيليين سينسحبون من لبنان تحت وطأة الخسائر البشرية. دفعت واشنطن ثمن دخولها طرفا في حرب لبنان. في 23 من تشرين الأول أكتوبر اقتحمت شاحنة معبأة بالمتفجرات مقر مشاة البحرية الأمريكية المارينز قرب مطار بيروت الدولي. كانت هذه أقسى ضربة تلقاها واشنطن في يوم واحد منذ الحرب العالمية الثانية. قتل 241 من المارينز في ثوان قليلة. كان بإمكاننا رؤية برج مطار بيروت الدولي قبل الانفجار. لم يكن يمكن رؤيته بسبب مقر المارينز الكبير بل الضخم الذي تحول إلى ركام على علو طابق واحد. تزامن هذا الهجوم مع آخر استهدف مقر المظليين الفرنسيين في بيروت فقتل نحو 50 منهم. جاء جورج بوش نائب الرئيس الأمريكي إلى بيروت على جناح السرعة. لن نخذل أصدقائنا بسبب الإرهاب، ولن نسمح لمجموعة من الإرهابيين الجبناء بتحديد توجه السياسة الخارجية للولايات المتحدة. إلا أن سياسة واشنطن في لبنان لم تكن قد اهتزت فحسب، بل ضربها زلزال. كان الرئيس السوري على وشك أن يطلق رصاصة الرحمة على خصومه. مجددا دمرت المقاومة مقرا عسكريا إسرائيليا في مدينة صور الجنوبية، وأسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة إسرائيلية كانت تغير على لبنان.
بدأ عام 1984 على نفس المنوال. مجددا أسقط السوريون طائرة، إلا أنها كانت أمريكية هذه المرة. توفي الطيار متأثرا بإصابته بعيد التقاط هذه الصورة، وأسر مساعده. صواريخ الدفاع الجوي اس 200 أو سام 5 تختلف كليا عن سام 3، فمداها يصل إلى ما يزيد على 200 كيلومتر، وقدرتها على إصابة الهدف تقدر بنسبة 98% بإطلاق صاروخين. استخدامها في القتال الحقيقي لأول مرة تم في سوريا عام 82 حين تم إسقاط طائرة أمريكية الصنع على بعد 190 كيلومترا من موقع إطلاق الصاروخ، ما جعل حاملة الطائرات الأمريكية تبتعد عن الشواطئ اللبنانية. أخذت واشنطن تتخبط. انسحبت القوات المتعددة الجنسية. أخيرا دانت السيطرة على لبنان إلى الرئيس الأسد. بالطبع كانت صدمة هزت الأمريكيين وهزت شولتز شخصيا. دولة صغيرة مثل سوريا تتصدى للولايات المتحدة القوية وتقول لها لن تفرضي إرادتك. هذه هي التركة التاريخية للأسد. هو وحده من بين القادة العرب رفض أن ينحني لواشنطن وإسرائيل وأن يخضع لأوامرهما. خرج الأسد منتصرا من هذا الصراع الطويل والشاق، إلا أن آفاقا انفتحت في حرب لبنان.